صحيح الحمد لله اليوم فيكتوار بالمانيير ميريتي معناتها استحقينا الربح نتاعنا. الحمد لله ان شاء الله نوصلوا هكا واثنين مازال ان شاء الله. فهمتني اليوم في رشوات بالتاكيد يماركي التركيزي اليوم اللي يبين اليوم مهاجم رقم واحد في تونس. بالنسبه لنا نحن هو المهاجم رقم واحد معناها. الحمد لله ربي وفقه اليوم وعاوننا بالقدام معناتها ماركه 3 بونتو ان شاء الله نكملوا في الثنيه هذه وان شاء الله هو زاد يكمل في الثنيه هذه يعاوننا ان شاء الله. اليوم شد الافيكاسيتي النادي الافريقي واسكو الهدف الاولاني سهل عليكم مأموريه امام النجم الساحلي؟ والله معناتها نحن كنا من الدقيقه الاولى ابليكي حاولنا باش نماركيو فيسع البونتو ما جاش بكري شويه مي حاولنا كل حتى كي ماركينا حاولنا نزيدوا معناتها نماركيو باش نزيدوا ناخذوا معناتها اكثر اريحيه في الماتش. هذاك اللي صار معناتها البونتو كم ينجم يجي في الدقيقه الاولى ينجم يجي في الدقيقه الاخرى. الحمد لله معناتها الحمد لله. معتز الاماكن ولات غاليه في الكلوب برشا روح شفنا برشا تنافس والليكيب كانه قاعد يتطور اكثر فاكثر. ديما معناتها الاماكن غاليه في الكلوب وديما الناس الكل تخدم باش تتطور. نحن معناتها جروب واحد معناتها نخدموا الناس الكل بعضنا واللي حاضر يززي معناها الحمد لله. فرحه كبيره من الجمهور بعد 3 بلاش على الايطوال كمان. بيان سور الناس الكل فرحانين حتى نحن كجواريات معناتها اليوم نتصور الجماعه الكل فرحانه الحمد لله. حتى تحكيوا معتز بيناتكم على التيتر ولا مازال ماشيين ماتش كيفاش؟ شوف الحقيقه نحن كل ماتش وماتشوه معناتها انت كسوا تحب تهز تيتر يلزمك تاخذ كل ماتش وماتشوه معناتها 3 بوان بعد 3 بوان والعجله تدور معناتها ان شاء الله نكملوا في الثنيه هذه ان شاء الله. اي باسي المليون شفنا افيكاسي. نعم افيكاس المليون وسط المليون. صحيح الحمد لله معناتها اليوم مش كان المليو الحمد لله. اليوم نحب نشكر الاولاد الكل معناتها الناس الكل كانت ابليكي الناس الكل كانت كونسونتري وهذاك اللي خلينا نربحوا بالمانيير. الكوتش فوزي بن زارتي ديما حتى رابح 3 بلاش ديما التفاعل ديما يهداش. هذيك طبيعه سي فوزي الناس الكل نعرفوه وهذاك حافز لينا نحن معناتها باش خلينا ديما حتى كل سوا 3 بلاش 1 بلاش نحاولوا ديما نزيدوا نماركيو. اليوم يمكن التأكيد مرة أخرى يجي من عند فراس اللي كما قلت أنت بالنسبة لفراس شوار اليوم أثبت عن جدارة اللي هو المهاجم الأولاني رقم واحد في تونس. ما كناش على شك في هذا. يمكن من المقابلة الأخرى نأكد القيمة والكعب العالي بتاع فراس. بعد طبقا لنا نحن البوان بوزيتيف اللي قاعدين نخدموا عليها نحن وقت يكون عندك مهاجم رقم واحد في تونس وبالثقل بتاع فراس كيفاش نجم تستغله خاصة في المنظومة نتاع اللعب نتاعك. اليوم هذه يمكن أكثر بأس قاعدين نخدموا عليه وهذا قاعد يلقى معناه في تجاوب إيجابي مع فراس. فراس تخلاف كونه هو هداف فراس يخدم للمجموعة يعرف يتعامل بالباهي مع الكورة وقت اللي تكون في وضعيات مختلفة. بالنسبة لنا نحن ما نخبيوش اللي لعبنا معناها نسبة لوجود فراس يكون فما في طريقة معينة. بعد فما توتو ليكيب تخدم ورا فراس اليوم باش تخلي فراس يكون فعال ويسجل الأهداف بالطريقة هذه.